مساء الخير حبيباتي، وجبت لكم اليوم وصفتين اللي هما سلطة الأرز بكل التفاصيل مع السر اللي راح تجيبيه بنينة بزاف. وعندكم وصفة لي كريب سكري خفاف يشهو ويهبلوا البنات مع شوكولا وكريمة الفستق اللي زادتها بنة على بنة. نبداو بتحضير سلطة الأرز. نبداو بأول حاجة نطيبوا الأرز تاعنا، وهنايا تاني سبقت بالبيض كنت حطيته يطيب. بعد ما وجدت الخضر كنت قصيتهم دي كوب صغار حطيتهم يفوروا. تحطي اي خضرة تكون عندك وتحبيها. انا اخترت هنا الجزر البطاطا والجلبانة. كنت قصيت تاني هذا الزيتون خضر والباتي، وعندي خيار. بعد ما طاب الأرز نشلوه مليح بالماء يكون بارد هكا ما يتعجناش في بعضها ويبقى لنا على حبة. نروحوا دركا حبيباتي لافينيغريت. كنت هنايا صفيت الطون تاعي كاملة من الزيت، وتقدري تستخدمي عادي زيت نورمال زيت سانغو، وضفت لها زيت هذيك الطون ضفت لها عصير نصف حبة ليمونة، كيما ضفت لها رشة من الملح، يعني تحطي لها واش تحبي نتيا. خلطتها مليح مليح كيما قلت لكم. تقدري تستبدلي زيت الطون مع زيت نباتي عادي، وتخلط كيما تقدري تستغني على ليمون تحطي الخل عادي. بعد ما حضرنا الفينيغريت وجدنا الارز تاعنا، خلطت عليه جميع الخضر اللي كنت حضرتها، داك الزيتون باتي والخيار. زدت لها الطون علبة الطون، زدت لها هنايا لا فينيغريت كامله، حطيت هذيك الكميه كامله. يعني زدت هذه اللي خليتها ضفتها. زدت لها المايونيز هنايا حسب الذوق، كنت حطيت 2 ملاعق كبار لان راح نزيد نحط في التزيين من الفوق كيما هكا. كاين اللي ما يحبهاش بزاف بالطون، التزيين تاعها كان بسيط بالحبات تاع البيض والزيتون الاخضر. كيما تقدر تستخدمي زيتون اسود عادي، كيما تقدري تزيدي لها المايس اي حاجه تحبيها. كنت هنايا حضرت معاها لحم طايب في الكوكوط محمر، جا زبده بنين بزاف مع ديك السلطه. بعد ما حطيتها في الثلاجه بارده روعه، يعني اكله صيفيه بامتياز تستمتع بها العائله تاعكم ووليداتكم. كيما حضرت لهم تاني هنايا الحلو، درت لهم لي كريب سكري. مكونات روعه هيا نشوفوهم مع بعضنا. يعني مكونات بسيطه. كنت هنايا في لتحضير 8 من لي كريب. نديرو نصف لتر من الحليب. نحتاج هنايا 50 غرام من الزبده بعد ما ذوبتها. تحصلوا عليها كيما هكا 2 بيضات. الزبده البنات تخلي لي كريب تاعك يجي لونهم يجي شهي ويجي احمر روعه. كما قلت لكم 2 بيضات. نحتاجو هنايا ملعقه كبيره من السكر هنايا نقصت على خاطر حنفغسيها بالشوكولا، يعني راح تزيد الحلاوه. اللي يحبها حلوه بزاف يحط 2 ملاعق من السكر. اضفت كيسين من الفانيلا، نسمتها بالفاني كيما تقدري تنسميها بقشور الليمون قشور البرتقال، يعني كيما تحبي انتي كل واحد بلوغو تاعو. انا هنايا حبيت نديرها غوفاني. نخلطو مليح المكونات هذه السائله. البيض هذاك مع الحليب والزبده. الزبده شويه جمدت لي لان الحليب كان شويه بارد، لكن دركا ندير لها استيوس وتولي الشكل تاعها متجانس روعه. نضيف لها هنايا 225 غرام من لافارين. تحبي تخلطيها كامل هكا بلافوي برك يدويا، كيما تقدر تحطيها في الخلاط. انا راح نمزجها برك هكا خفيف ونحطها في نضربها بالبراميكسير نتحصل على الخليط متجانس. كيما تقدري ديري هاد الوصفه بعد تقلبيها لي كريب صالي في بلاصه السكر، تحطي كميه من الملح والفلفل الاسود وراح تحصلي على كريب صالي روعه. البنات هذه الوصفه يجيوك لي كريب تاعك خفاف خلاص، يعني يهبلوا ما معجنين
ماهم يابسين لان حطينا الزبدة هذيك تخليها طرية وتخليها حمرة. بعد ما خلطتهم تحصلت على هذا الخليط اللي راح نغطيه ونخليه لمدة 30 دقيقة قبل ما نبدا نطيب فيهم. كي تحصلوا البنات هنايا على الخليط تاعك يبان لك انه كثيف ولا ثقيل شويه، تقدر تزيدي له شويه ماء او شويه حليب. والخليط البنات ما تخلطوش بزاف بالبراميكسير ولا بالباتير، ما يجيكش من بعد كي طيبيها ما يجيكش يابس. هذا من ليزاستيس البنات والملاحظات لازم تاخذوهم بعين الاعتبار، خاصه لاول مره تجرب هذه الوصفه تاع الكريب هكا ما تنجح فيها. ناخذ المقله تاعنا الخاصه بالكريب ندهنوها بالزبده مليح باه ما تلصقناش. كي نحطوا العجين تاعنا ونزيدو نعاودو نمسحوها بابيكو ناشف شويه. ناخذ كميه من السائل هذا من عجينه الكريب ونحطوها في المقلاة تكون سخونه البنات، تكون شوي سخونه، ونحطو وندورو ليه المقلاة تاعنا ما تاخذ العجينه هذيك تاخذ لنا الشكل تاع الكريبيير تاعنا. ونحطوها البنات فوق نار تكون متوسطه ماهيش زايده داخله وماهيش ناقصه، هكا ما طيب لنا حميمره روعه. هكا كي تاخذ اللون الذهبي على الاطراف يعني حان وقت ما تقلبيها. شوفي اللون تاعها كيف ما احمر شهي ذهبي. نعاودو نطيبوها على الجهه الاخرى لمده دقيقه، يعني طيبيها من كل جهه دقيقه الى دقيقتين من كل جهه. كما تقدري تتناوليه هكا سامبل، كما تقدري تتناوليه يعني فاغسي كما تحبي تفاغسيه. هنايا كنت اخترت شوكولا مع المكسرات مرحيه كانت عندي، ضفت لها لمسه من المكسرات وتقدري تبقيها يعني الشكل تاعها كما تحبي نتي. هنايا درت عندي سيجار بهذا الشكل، يجيو تاني متحوفين وشابين. وتجي شوفي العجينه كما تبان البنات خفيفه خلاص ماهيش معجنه. نزيدو نحضروا مع بعضنا واحده اخرى. هنايا ما كثرتش بزاف الشوكولا البنات، هنايا ما نحبوش يعني الحاجه سكري بزاف. دركا وقت التزيين بعد ما حطيت شوكولا تغطيني في لي بوش هذا وكريمه الفستق، ونبدا ندير خطوط هكا وتزينيها حبيبتي كيما تحبي نتي. كل واحد طريقه التزيين تقدر تاكليها بدون تزيين، كل واحد واش عنده. عجينه الكريب البنات تقدر تحتفظي بها لمده 24 ساعه في الثلاجه، يعني تحبي ما طيبيهمش الكل تقدر تحتفظي بها من 24 ساعه في الثلاجه وهكا طيبين. يعني تقدر تستهلكيهم على مده 3 ايام عادي ما يخسروش، يعني جاو خفاف وبنان يهبلوا يستمتعوا بهم وليداتكم خاصه دوك في العطله روعه، يعني جاو ما شاء الله. نتمنى حبيباتي ينال الاعجاب تاعكم هاد لا فيديو وتكونوا استفدتوا معايا بهاد الوصفات الخفاف والظراف، يعني ملائمين لفصل الصيف. شكلهم والطعم تاعهم ولا اروع، بنا روعه. هنايا كنت ذوقتهم هنا معاكم، شوفوا البنات كيف ما طريين جاو خفاف يشهوا. كنت حضرتهم البنات على هذا الكتيب الصغير الخاص بالكريب اللي كنت نحضر عليه ملي كنت صغيره، وقدام استعملتوش سنوات وسنوات. قلت اليوم نجرب عليه، وريته لبنتي قلت لها هذا هو اللي مرفن نحضر عليه الوصفات تاع الكريب. كنا بكريا نحضر وصفاتنا من كتب الطبخ، من المجلات، من الحصص التلفزيونيه
نهزو الوصفات ونجربو، مش كيما دور كلش ساهل. في اليوتيوب باغ انترنت تلقاي الوصفة اللي تحبيها، كل واحد كما يقدمها. هذه الوصفة البنات ننصحكم بها، يعني الكريب يجيو خفاف يشهوا. هكا حبيباتي جينا نهاية لا فيديو، ما تنسونيش بالجيم، كومنتير، اشتراك في القناة اللي مش مشترك، فضلا وليس امرا. هيا باي باي حبيباتي، في فيديو لاحق ان شاء الله.